ازيكم أصدقاء ومتابعين دقة سريعة. المحشي والمخلل بنختار لهم الخضار الجديد الطازج. الليلة حنعمل المحشي، والفيديو الجاي إن شاء الله حنعمل المخلل. الحشو: كوباية رز، 8 كيلو لحمة، ملعقتين صلصة، كزبرة وملح وفلفل، مكعب مرقة، و3 معالق زيت، وبصلة مفرومة ومعاها توم، والقلب بتاع الطماطم برضو بنستعمله في الحشوة، وممكن شمار وبقدونس اختياري. أي خضار بتحشي بنحشيه، حلفوا قليك. الجزر حشوه، هم حلفوا لكن كضابين. وعرفنا ليه الخواجات مسمينه إيج بلان، لأنه في أسود لونه أبيض. القلب حق الكوسة والأسود والبطاطس هنحتفظ به لوصفة تانية، ما عندنا حاجة بتترمي. الطماطم خلوا الجزء جواه والعامل زي العامود ده بيخليها متماسكة وشايلة نفسها حتى بعد ما تستوي. الفلفل شرير وقاسي وما عنده قلب. البصلة نختارها سمينة وأمينة ومالية مركزة ومقرقرة من الجزء اللي فيه والشعر ده، ونقطعها من تحت ونعمل فيها شق من النص عشان تتفرتق معانا. الكرنبة قطعتها حوالين المنبت بتاعها بالسكينة داير ما يدور، عشان أنا ما عايزة أستخدمها كلها وحطلع منها ورقات بسيطة. أطول بالي وفكها بالراحة بالراحة، وحتى الجزء اللي حيتكسر منها حنستعمله في وصفة تانية. هغطسهم في موية مغلية. الكرنبة ممكن تاخد دقيقتين، البصلة ممكن 3 ل 5 دقايق حسب نوع البصل والكرنب. بس بجرب بشوف طلعت معاي يتلفت كده تمام، ما بخليها كتير عشان ما تتهرد. كده بعد تستوي بتشال معاي قطعة واحدة، وفي الأكل بتكون مقرمشة كده ولذيذة. الكرنب خدته طبقات فوق بعض، طلعت الجزء القاسي منه وقصيته مقاس قدر بعض كده عشان لما ألفه يكون كله مقاس واحد. زي ما قلنا ما في حاجة بتترمي. البقدونس والشمار بخدتهم كمية بسيطة لأنه نكهتهم قوية شديد، لو كترتهم بيضغوا على طعم الخلطة كلها. الخلطة ني في ني، والميزة بتاعتها إنه كل العصارات بتاعت كل الخضار مع العصارات بتاعت اللحمة بتستوي مع الرز والبهارات، وبتدينا الطعم لذيذ وغني بطريقة ما طبيعية. طبعا ناس الأكل الصحي لاعبين معانا ضاغط. المرقة اختياري، أنا ما قاعدة أستخدمها إلا في المحشي وفي الوصفة بتاعت ملاحة النعيمية، لأنه فيها مادة الجسم ما بيتحملها بكميات كبيرة، فالناس اللي بتطبخ بها بصورة دايمة الكلام ده كده ما كويس. المحشي برضو وأي أكلة بالرز بنعمل الكمية اللي حنستهلكها، ما بندخله التلاجة وما بنسخنه. قالوا ما يبيت في التلاجة، عارفة التلاجة بقت سمعتها ما كويسة اليومين دي. بشوف كل زول بحب شنو بعمل له قطع قدر الممكن ياكلها. الكرنبة وانا بلفها انتبه اضغطها شوية عشان ما تفك في الحلة. هتصل الميزة بتاعت الني في ني. هنضيف كوباية ونص تقريبا بس كده اقل من ربع الحلة موية فيها شوية صلصة وحبة بهارات، ونخده في نار هادية ونغطي عليه. بعد شوية مما يغلي هنجي نلقى الحلة مليانة 3/4 موية. دي الموية طلعت من الخضار ودي اللي بتديه والطعم المميز. 40 دقيقة في نار هادية، بعدين نشوف حسب نوع الرز بتاعنا. أنا بستعمل الرز البسمتي، إذا لقيناه استوى كده تمام. ده قلب الكوسة والبطاطس والأسود، عملت له تتبيلة سلطة أسود. الكرنب اللي اتكسر حشيته وعملت له تتبيلة بتاعت سلطة كرنب. خلونا في المهم. هنا سأتوقف قليلا. ما في زول ضاق المحشي بتاعي ده وما سألني من الوصفة. الوصفة اللي بيعملوا فيها الحاجات كلها ينجدوها، ينجدوا الرز والخضار وكده، دي عادات وتقاليد. الطعم هنا. دقة سريعة. شكرا لكم.